ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنيه، والنهارده هعمل معاكم الممبار بطريقه سهله خالص وطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا كوبايتين رز انا غسلاهم وصفيهم كويس جدا، بحط عليهم معلقتين ونص صغيرين ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، وواحده مرقه فوريه. اذا انتم حابين تحطوا شطه في المرحله دي حطوها، بس انا مش بحطها دلوقتي وهقول لكم قدام شويه انا بعمل ايه. عندي كمان كوبايه كبيره طماطم بيوريه، يعني انا عصرها من غير ولا نقطه ميه، بس سلقتها على النار من غير ميه وبعدين ضربتها لحد ما بقت بالشكل ده. طماطم لما بتتعصر بميه بتخلي الرز بتاع الممبار صايص كده وما بيبقاش حلو ابدا واحنا بنحشيه. كمان عندي حزمه بقدونس وحزمه كزبره وحزمه شبت متقطعين صغير، وبصله كبيره مفرومه فرم ناعم. بس البصله بفرمها لما اكون خلاص انا هحشي الممبار دلوقتي. اذا فرمتم البصله وحطيتوها على الرز وسبتوه شويه، البصله بتنزل ميتها وبرده الرز بيبقى صايص ومبيبقاش لطيف ابدا واحنا بنحشي. بس كده بقلب المكونات دي بقى مع بعض لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. وعندي طبعا بقى الممبار مغسول ومتنضف كويس جدا. بحشيه بقى ازاي؟ بمسك الممبار بايد، وبالصباع الكبير والصباع اللي جنبه بفتحها، وبالايد التانية بحشي الممبار بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم طريقه سهله جدا ما بتاخدش وقت ولا غلبتني، ابسط من ما انتم تتخيلوا. الممبار يا حبايب قلبي ما بيتمليش رز على الاخر. انا تقريبا بحط تلت الممباره بس رز، وبعدين ببططه بايدي كده. اذا لقيتها لسه عايزه رز بحط لها رز تاني، مش عايزه خلاص. لانه لما بيتملي على الاخر وبيتحط على النار بيفرقع، وحتى لو ما فرقعش سوى الرز ما بيبقاش مظبوط. لكن اذا انتم بططوه بالشكل ده فهيطلع معاكم مظبوط جدا ان شاء الله. انا الممبار ده بعد ما حشيته الممبار الكبير فيه ربطته من النص كده بخيط علشان يبقى اصغر من كده، عشان انا بحبه صغير. كنت حاطه حله على النار فيها ميه وفيها ملح وفيها بصل ورق لورا، وانا بقى بحط هنا الشطه، بس بحطها فلفل اخضر حراق قوي بيديها لسعه لطيفه كده. الكاميرا كانت مقفوله وانا بحط الممبار في الميه، بس انا استنيت اما الميه غلت تماما، لازم تبقى سخنه جدا، وبحط الممبار. شايفين الممبار مربوط في النص ازاي؟ عايزه اقول لكم اما بيطلع بنشيل الخيط اللي احنا رابطينه بيه ده وخلاص، هو بيبقى سهل في قطعه وبيبقى شكله لطيف كده. هنا بقى لما طلع سواه مظبوط جدا، هنا كان هادي بقى شويه. شايفين لونه احمر وحلو ازاي من الطماطم اللي احنا حاطينها فيه. عندي بقى زيت على النار سخن بس مش بيغلي، وموطيه على النار مخليها وسط كده. النار لما بتبقى عاليه على الممبار بيتحرق، وكمان بيفرقع. مش بيفرقع ان الممبار بيفتح، لا هو الزيت بيفرقع كده ولسعته بتبقى وحشه قوي. ربنا يحفظنا يا رب. بقلبه بقى على كل الجوانب ياخد اللون الحلو اللي احنا شايفينه ده. بعدين بطلعه على مناديل يتصفى. هما بيتصفى بروح نقليه في طبق التقديم وبس. هو كده عندي جاهز. عايزه اقول لكم يا جماعه طعمه كان تحفه بشكل مش قادره اقول لكم. انتم ما تجربوها تعرفوا بنفسكم. بس كده جربوه، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.